يا اهلا بك يا صديقي العزيز في فيديو جديد من فيديوهات محمد يدك. من غير مقدمات كتير تعالى ندخل في المفيد. ايه بقى المفيد يا صديقي العزيز؟ في الاول كده انا حابب انوه على حاجه بسيطه جدا. انا سبق وقلت قبل كده في فيديوهات كتير جدا انا من الشيخ. وانا ليه بردد الكلمه ديت؟ لان الكلمه دي تحمل معاني كثيره جدا. ايه المعاني الكثيره جدا ديت؟ يعني انت تكون اهل للعلم واهل للرد وتكون على درجه كبيره جدا من الثقافه الدينيه. واحنا ولله الحمد ما عندناش ثقافه دينيه كبيره جدا، احنا عارفين الاساسيات بتاعتنا، الا وهي يا صديقي العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه وما سمعناه. اكيد انت فهمتني انا جاي اتكلم على ايه. ايوه يا صديقي العزيز، احنا ولله الحمد يا صديقي العزيز في دين الاسلام عارفين حاجات كتيره جدا على الفطره. يعني ايه؟ عرفنا حاجات كتيره من الائمه، عرفنا حاجات كتيره من الناس اللي احنا كنا نقعد معاهم اللي كانوا بيثقفونا في العلم. حتى يا صديقي العزيز لو انت شخص مش متعلم فانت في الطبيعي بتبقى عارف حاجات كتيره. واحنا يا صديقي العزيز عرفنا حاجات كتيره منذ الطفوله، حاجات كتيره جد. طبعا كل ده مش تنويه، دي حاجات كتيره هتخلينا احنا نتكلم فيها فيما بعد. من ضمن التنويه بقى اللي بجد انا طالع لك النهارده بدقني، والله العظيم ما قصد، هي اصلا مش دقن بس انا مش عارف انا سايبها ليه، بس من ضغط الامتحانات مفيش وقت. انا جاي اتكلم على المصطبه، فتعال نشوف على المصطبه بتقول ايه. زي ما قلنا صديقي العزيز في اول فيديو، ايه في حاجات كتيره احنا عرفناها على الفطره. بمعنى ايه يا صديقي العزيز؟ احنا ولله الحمد لما طلعنا من مرحله الطفوله من 7 سنين لحد ما خلصنا انتهاء الابتدائيه ولما دخلنا الاعداديه كمان، ما كانش في الفتره ديت السوشيال ميديا انتشرت، ما كانش خدت الحيز الكبير جدا من 2014 2015 وما الى ذلك. طبعا مش زي 2024 دلوقتي، بس انا بتكلم على الفتره اللي احنا عشناها. صديقي العزيز كانت مجرد ان احنا بناخد من المدرسين بتوعنا ومن المشايخ ومن ائمه المساجد ومن الناس الاكبر مننا سنا، دول اللي احنا كنا بنتعلم منهم الاسلام. ومش الاسلام لدرجه انك تكون راجل من الائمه المسلمين، الاسلام اللي يخليك تبعد عن الشبهات وعن الحرام وتخليك في الحاجه الحلال. المؤسسه التعليميه اللي هي الكتاب من الاساس ده كان الحاجه الاساسيه. ليه؟ لان انت لما كنت تحفظ ايه من الايات، مثلا سوره يوسف، كنا احنا اصلا من قبل ما نوصل سوره يوسف كنا احنا حافظين القصه وعارفين الايات اللي بتدور في سوره يوسف. طب عرفناها منين؟ عرفناها من ان الشيخ بتاعنا كان بيفضل يحكي لنا عن قصص كذا 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 كذا. فمن كتر ما احنا كنا بنحب القران الكريم كنا بنسمع قصص الصحابه والحاجات دي كلها من القران الكريم، فكنا بنسمع القصص حوالينا. فده اللي خلانا اقول على الفطره. يعني ايه على الفطره؟ يعني ما كناش ناخد كتاب الفقه ونقول المحرم والحلال وهكذا، ما اخدناش الحاجات دي كلها غير ما دخلنا اعداديه واخدنا ثانويه. لكن في معظم الحاجات الاحاديث والفقه والكلام ده كنا عارفينه من قبل ما احنا نخلص. ايوه كنا في حاجات لما انا تفاجأت بيها في اولى اعدادي وتاني اعدادي لما بدانا ناخد الفقه في الازهر، اخدنا الحاجات دي كلها. وكنا مثلا الحرام والحلال والكلام ده كان مثلا يجي يقول لك السرقه، حد السرقه ايه؟ ان اللي يسرق يقطع ايده اليمين مع كذا، ولا كررها مره تانية. الاحكام دي كلها كنا احنا عارفينها من القران الكريم. فاحنا عرفنا حاجات كتيره قبل انتقال السوشيال ميديا. لما جه انتقال السوشيال ميديا قللت الاهتمام. ايوه قللت الاهتمام. وانا جاي هنا اعلق على حاجه مهمه جدا، ما ينفعش تسيب ودنك لكل من هب ودب. انا جاي النهارده اتكلم علشان انا ليا راي، يعني حريه الراي النهارده خلت لكل بني ادم يبقى ليه راي، ودي طبعا حاجه اساسيه انت اللي انت عايز تقوله. بس لما تيجي تتكلم في راي ديني، رأي أساسي أنا اتعلمت فيه وتربيت عليه، لا أنا ما ينفعش أعدي الموضوع. ليه؟ أنا ممكن يبقى ليا تأثير نوعا ما على الناس اللي بتسمع لي، ال 20 30 واحد اللي بيسمعوا لي. لا ما أعرف ولا واحد فيهم، ما أعرفش غير إسلام، لأن إسلام في فترة ما من سنتين بالظبط كان إسلام حديث السوشيال ميديا، وكان عبد الله رشدي كان جلاده حرفيا، نفخوا في كذا مقابله والكلام ده كله. فجه الفتره دي بعد ما على راي وائل الغنيم بيقول الواد حلاوه وشعره وقف شعره وبتاع والكلام ده كله، بقى واد حليوه وجاي يتكلم في مش عارفه ايه. وكانوا رد على عبد الله رشدي، او عبد الله رشدي نزل تويت يقول لك ايه، هنسخن بالبيره. فيا صديقي العزيز انا وانت وحديث السوشيال ميديا والناس اعمارهم اللي ما فوق ال 21 عارفين ان كل ده هري وكل ده ترندات في الفاضي، وكل ده مش هيأثر عليه، لان انا وانت ممكن نكون على درجة وعي. كنت بتكلم في حديث ما مع واحد صديقي قال لي انت كمحمد ممكن في عمرك ده عندك الوعي الديني ولو بنسبة 20%،
والوعي الديني ده هيعرفك الحلال والحرام. الوعي الديني ده هيعرفك ان قول اسلام وقول فلان وقول فلان ده كله في الزبالة، عشان انت راجل عندك وعي. فما تفكرش ان ال 120 مليون مواطن لو طلعت منهم 10 مليون مواطن بس اعمارهم متوسطه ما تاسسوش على الدين الصحيح، او مش الدين يعني ما تعرفوش اللي هو كانوا مهتمين، والاهل ما كانوش مهتمين انهم يعرفوهم اراء الدين الصحيح، الناس دي هم اللي بيستهدفوه. وده جاي اقوله لك بقى يا صديقي العزيز، اسلام وامثاله جايين يستهدفوا مين؟ ايوه، جايين يستهدفوا الفئه اللي لسه جايه، الجيل اللي جاي مش جيلنا. انا بقول لك انا عندي 23 سنه، جيلي ده انا بصنفه كبير واعي عنده حديث السوشيال ميديا، لان الجيل ده ما اخدت السوشيال ميديا من ابتدائي، لسه الدنيا ما كانتش مظبطه معاه، فعلى الاقل خاص فيه اساسيات ومعتقدات ايا كان انت كنت ازهري او عام او الكلام ده كله، لكن المكان انت عشت فيه على الديانه بتاعتك ايا كانت، تمام، وتاسست فيه. طب الفئه الثانيه هم بيستهدفوا مين؟ بيستهدفوا الفئه المتوسطه اللي نشأت، اللي هي فئه ما بين ال10 سنوات الى فئه ال18 سنه، ودولت اللي يهمهم ال8 سنين، دولت هم اللي يهمهم، لان مفيش مواطن عايش على مستوى الكوكب الارض دلوقتي ما فيهوش تليفون. انا هتلاقي اطفال عندهم 7 و8 سنين وممكن ال10 سنين يبقى عنده الاكونت وبيتكلم فلان وبيتكلم مع فلان، يبقى عنده في ثانيه ثالثه ابتدائي وعارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. فلما يفتح مثلا فيديو من الفيديوهات ويلاقي مثلا قول اسلام بيقول لك يشكك في سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان السيره دي جايه من الخرافات، يقول لك يعني ايه خرافات؟ ويبدا بقى يسمع كذا ويسمع كذا ويسمع كذا. ايوه، اصل دلوقتي تمويلهم على السوشيال ميديا تمويل معروف، فمن السهل ان الفيديوهات بتاعتهم دي تنتشر عند كل بني ادمين وعند كل الناس. فعرفت هو هدفهم مين؟ مش هدفي ليك وليك، او مش هدفي ليا وليك، او مش هدف الشخص اللي بيسمعني الواعي، او مش الشخص اللي عارف اساسيات دينه، لا، ده كله ما يلزموش، ولا يلزمه اللي عنده 35 سنه و30 سنه، لان هو اقل واحد عنده علم من 30 ل 40 سنه عارف ان هو لو دخل مناقشه مع الاسلام هينفخه. ده والله العظيم انا بكلمك في الطبيعي، اقل واحد فيهم دولت عارف ان هو يدخل الاسلام، والله العظيم حتى لو كان ما يعرفش عن الدين كله غير الصلاه والصوم، صدقني هيدخل مع الاسلام هينفخه. ليه؟ لان هو عنده عقل هيوزن بيه، وهم هنا بيستخدموا ده، لان العقل اللي طالع من مرحله الطفوله هو ده عقل فارغ، عقل فارغ بمعنى الكلمه. فهتلهيه بايه؟ هتلهيه بوان اكسبت، او هتلهيه بواحد زي انك انت لا ده لازم تشكك، يعني ايه الصلاه، يعني ايه مش عارف ايه، يعني فحاجات كتيره لازم يلعب عليها. ايوه، في ناس كتيره لو جيت بحثت مثلا على اليوتيوب هتلاقي ان في ناس كتيره بدات تدخل الالحاد، وفي ناس كتيره قصادها بتدخل الاسلام. ليه؟ انت ما بقتش عارف تسيطر، لان لو واحد وسواس زي اسلام هيعرف يدخلك من مناطق انت ما عندكش وعي ديني فيها، فيقدر انه يهز دينك، والوقت ده هيسيبك وهيمشي. اضرب لك مثلا مثال، زمان كان في وقت من الاوقات كنت قاعد مع حد كده، فبقول له انا نفسي اقرا في الديانات التانية، فقال لي خد بالك، عايز تقرا في الديانات التانية ماشي اوكي، انا ما عنديش ادنى مشكله، اقرا فيه، بس انت هتوصل لمرحله هل انت عندك وعي ثقافي، او انت عندك مثلا انت في كليه مقارنه اديان او الكلام ده كله، فعشان تدخل لقراءه الاديان والحوارات دي كلها؟ قلت له لا، انا عايز من باب الفضول. قال لي باب الفضول ده اذا الشيطان هو موسوس لك بس، لان في حاجات كتيره مكتوب فيها يقدر ينجذبك بيها انك انت تكمل، وساعتها تقدر تدخل لمن كذا. قال لي مثلا هيجي اول سؤال هيساله لك، مين اللي خلق الانسان، ومين اللي خلق اللي بعد الانسان، ومين اللي خلق فلان، ومين اللي خلق فلان، لحد ما توصل تقول ومن الذي خلق الله، فتصمت، ما تعرفش تتكلم. ففي مواقف وفي حاجات انت ما ينفعش تدخل فيها. فمش بقول لك مع ذلك انك تبقى متعلم الدين الصحيح او الاساسيات الدينيه انك تبقى عارف في كل حاجه، لا، الله عز وجل امرك ب5 اشياء: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. الحاجات ديت اللي انت لازم تكون شديد فيها. يعني طبعا ممكن واحد يرد عليه دلوقتي السرقه مش موجوده من الاركان. يا حبيب قلبي كلنا عارفين الحلال والحرام، السرقه، الزنا وما شابه ذلك من الحاجات دي كلها، عارفين كلنا احنا كمسلمين، عارفين ايه الحلال وايه الحرام. فانت مش محتاج، لكن مش محتاج ايه بقى؟ مش محتاج انك تدخل بقى في مقارنه الاديان وتعرف الموضوع ده كلها، لان هيوصل لمرحله معاك انه يوسوس لك، واول ما الشيطان يوسوس لك هياخد بعضه وهيمشي.
فهكذا اسلام واعوانه عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يوسوسوا لك. فمجرد ما توصل لمرحله الوسواس وانك انت يفضل بس ايه في مرحله تدخل جواك كده، طب شك، طب النبي، طيب الصحابه، طب البخاري، طب مش عارف ايه، طب ويفضل يوجع في دماغك والحوارات دي كلها ويقوم سايبك وماشي. ما هو مش عايز غير كده، هو عايزك تلف وتسال، واول ما تلف وتسال ما اعرفش. عرفت يا صديقي العزيز؟ عرفت هم هدفهم ودماغهم ايه؟ طيب الهدف والاساسيات دي كلها هيدخلوها لمين؟ اقسم بالله ما هو في فئه ما يقدر يسيطر على 25 للفئه اللي فوق. هو هيستهدف الفئه اللي دماغها وعقلها فارغ، الفئه اللي هدفها دلوقتي انها تقدر تجيب عمله صعبه من حاجات حرام. هم برضه عايزين يوصلوا كده، انك انت توصل لمرحله الوسواس ثم الادمان ثم كذا ثم كذا ثم كذا. فيا صديقي العزيز، انا كلمت معاك على الاساسيات، اتكلمت معاك احنا اساسنا على الاقل خالص احنا عارفين الحلال من الحرام، وقلت لك هم هدفهم ايه. هدفهم هو الوسواس، وهدفهم انك انت تبحث بس، بمجرد البحث على المواضيع دي كلها وتسمع لهم، هو ده اللي هدفه. يعني هو معلش في الكلمه لو نزل فيديوهات او تويتات نوعا ما، فيديو اللي انتشر فيه والحوارات دي كلها والناس كلها يعني فرغت كل الصور وحطت عليهم في الكوميكسات حرفيا، هل هو عارف او مش عارف ان انت لما تنزل فيديو او صورة، هل انا مش عارف انك انت تتريق عليا؟ لا، انت عارف بنسبة 99.9 ان المجتمع المصري كله هيتريق عليك هيسلخك بمعنى الكلمة. لا، هو هدفه كده. فاكر ايام القضية الفلسطينية، ربنا يتولاهم وربنا ينتقم من كل ظالم حرفيا، لما كان اخيل ده ولا اسمه مش عارف مين ده كان يدخل على الكومنتات ويعلق بكومنتات ساذجه وينزل في حاجات ساذجه واحنا نشير. هم كان هدفهم كده، التشهير، ان انا مش عارف اوصل للمجتمع المصري في ان انا اجيب 100 مليون، اجيب 10 مليون تويته مثلا او 5 مليون تويته، فيعمل ايه؟ انزل حاجه استغلاليه استفز الشعب المصري فيتريق عليا، فاقدر فلان يتكلم عليا وفلان يتكلم عليا وفلان يتكلم عليا. فهو ده هدف اسلام واعوانه. كونوا البتاع اللي هي الشركه بتاعتهم ولا البتنجان بتاعتهم المؤسسه بتاعتهم دي. طيب ماذا بعد؟ هيبدا انهم ينتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم وينتقدوا الكلام ده كله. انا عايز اسالك سؤال صديقي العزيز، هل احنا مش من واجب علينا ان احنا ندافع؟ لا، انت مسلم لازم تدافع، ايوه لازم تدافع، بس في سؤال تاني انت لازم تركز عليه. هل الله عز وجل مش قادر انه يمحي الحاجات دي كلها، او مش قادر انه يحمي الحاجات دي كلها؟ ايوه، السنه والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والاحاديث والقران والاسلام كله محصن بالله عز وجل. الله عز وجل محصنهم كلهم، فمهما تعمل، مهما كان الهدم اللي هم بيحاولوا يعملوه، الله عز وجل محصنهم. فهو ده مش هدفهم. هو عارف بنسبة كبيرة جدا انه ما يقدرش يهدم القرآن، ولا انه يقدر يهدم السنة، ولا انه يقدر يهدم الاحاديث، ما يقدرش انه يهدم الحاجات دي كلها. بس انا اقدر اهدم جيل كامل. ايوه، اقدر اهدم جيل كامل ازاي؟ انا ادخل للجيل ده واخليه يتوسوس واخليه يتكلم واخليه يفكر في حاجات وابدا اشغل باله. احنا لما كنا نسمع عن اقوال خديجه واقوال الصحابه كنا نسمع ونتأزم ويا ريتنا كلنا زي ابو بكر وعمر والفاروق وعمر. هيجي يقول لك مثلا هو انت شفت عمر ده؟ ويكلمك كده يقول لك انت شفت عمر ده؟ انت شفت ابو بكر ده؟ ويسيب النبي، لا احنا مالناش دعوه بالنبي، بس انت شفت اقواله؟ طب ممكن تكون الحاجات دي كلها مزيفه. فهو ده قصده، هو قصده انه يوسوس لك. احنا كنا نسمع الحاجات دي كلها ونتاثر وكنا نسمع واحنا ساكتين، لان في حاجات مسنده. احنا لما جم عملوا كتاب عن السنه وعملوا كتاب عن القصص، الناس دي يا جماعه ما وصلناش الاحاديث والكتب دي غير لما كانوا متاكدين بنسبه 1,000,000% ان الحاجات دي صحيحه. فما تخليش حد يهزك. فعرفت يا صديقي العزيز هم ان النبي كن مجزم ان الله عز وجل محصن في الحاجات دي كلها، لكن عرفت بقى هم هدفهم ايه؟ انهم يهزوك ويبوظوا جيل كامل. فانت ما تساعدهمش على كده، ما تساعدهمش انهم يقدروا انهم يتكلموا والتويتات بتاعتهم تعلى، ما تساعدهمش ان التويته بتاعتهم تبقى ترندي والناس كلها تتريق عليه، ما تساعدش ان الانتشار بتاعهم ده يكبر. وعجبني جدا، انا والله ما اعرف اسمها تخصص باين او حاجه ايه، هبقى انزل لكم القناه اللي قالوا عليها، جمعوا 6 مشايخ من الترندات جدا على السوشيال ميديا، ما اعرفش منهم غير 2، محمد حسان
وعبد الله الرشدي. يعني عشان دولت الناس اللي انا ساعات بحب ان انا ادخل اسمع لهم، وفي حاجات كتيره جدا بتبقى موافقه للحاجات اللي احنا اللي انا ببحث عنها. تمام. فالناس التانية انا ما اعرفهمش، بس يقال انهم كلهم ناس كويسه وبيدافعوا عن الدين الاسلامي وبينزلوا حاجات، وفي ناس كتيره هديت ليهم. فعجبني الرد بتاعهم جدا، عجبني الرد انهم لا انت عملت تكوين وعملت قرف وعملت مش عارفه ايه مؤسسه فاسده، احنا هنعمل صفحه على السوشيال ميديا تهدمك وتجيبك الارض. وعجبني جدا التفاعل بتاعها. فده الرد الكويس ماشي. بس في نفس الوقت انا مش عاجبني انهم يكون لهم قيمه. ايوه يعني ايه يكون لهم قيمه؟ انهم ينزلوا كذا وكذا 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 وكذا. اللي يهمنا دلوقتي طالما هم واخدين حوار عند وتمويل والكلام ده، انا ما يهمنيش غير انك انت تكون مقتنع بان الحاجه اللي هم بيعملوها ديت ما تفكرش انك تسمعها، وفي نفس الوقت هي بنسبه 100% وحشه، بنسبه 100% هي سيئه، فما تفكرش انك تسمعها، ما تساعدهمش على الانتشار. والحاجه الثانيه، لما حد يجي يفتح موضوع معاك كون على يقين انك تقنعه ان الحاجه دي وحشه. ولما تعرف ان في واحد بيتكلم على حاجه زي كده، قول له ان الحاجه دي وحشه وما تتكلمش عنها، لان انت كده بتشخره. والحاجه الاساسيه والحاجه الاهم من كل ده، انك انت لو ليك اجيال، انا عارف متاكد بنسبه 90% ان الناس اللي بتسمعني حاليا هم ليهم اخوات صغيرين، لان انا عارف معدل الاعمار بتاعي اللي بيسمعني قد ايه. فمعدل الاعمار بتاعي من 18 لحد ال 24 او ال 25، وفي بسيطه جدا منهم حوالي 5 أو 6 بيسمعوني للايه من 25 لل 30. فانا بتكلم بقى دي اللي يهمني، الفئه اللي تهمني ديت هم اكيد هم اكبر اخواتهم وليهم اخوات اصغر. انت فاهم قصدي؟ فلو ليك اخ اصغر، ابن عم، مش عارفه مين، ابن اختك، ايا كانت، وتلاقيه مندمج في السوشيال، اعرف هو بيسمع ايه، اعرف هو بيسمع ايه. ايوه شوف مشتركين يشوفوا الموضوع، وشوف حتى الكرتون، ان الكرتون دلوقتي دخلوا فيه حاجات وحشه. ايوه في حاجات وحشه تفسد الاخلاق وتفسد الدين وتفسد التربيه. ركزوا مع الناس. يعني ما تقولش نفسك انك عايش في بيتك ومأنتخ وقاعد على ظهرك ومن الموضوع ده كله وعايش مع دماغك وبس. يا حبيب قلبي انت واعي، غيرك مش واعي، ابن اختك مش واعي، واللي معاك مش واعي، وده مش واعي، واللي انت عارفه جارك ده مش واعي. واحد ناس، مش انك انت تكون شيخ وقال الله وقال رسول. يا جماعه التوعيه عمرها ما كانت بالمشيخه. التوعيه هي حاجه انسانيه، حاجه اخلاقيه، وحاجه دينيه. فيا جماعه زي ما انا جاي اوعيك النهارده، انا جاي كل الكلام اللي انا جاي اتكلم فيه ده هو كلام بالفطره، كلام اساسيات احنا اتعلمنا وتعودنا وتربينا عليه. فزي ما انا بتكلم معاك مع اخويا، انت اتكلم مع اخوك وغيرك بنفس الفطره ونفس الموضوع. فاتمنى انك تكون استفدت من الفيديو، اتمنى تكون انت فهمت الفكره اللي انا عايز اتكلم فيه. الحاجه الكويسه اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي ان احنا نقدر ندافع عن الدين الاسلامي. اوكي زي ما انت خليك ثابت، بس في نفس الوقت دافع قولا وعملا وفعلا. مش انك انت رايح تهدم اسلام وانت من الحته التانيه مش بتصلي، ولا انك انت بتروح تسمع فيديوهات عشان تطلع كوميسات عشان تاخد ترندات. حبيبي ده غلط. جماعه اقفلوا نفسكم وحاطوا على نفسكم، لان اللي جايه حاجات كتيره اسوأ من اسلام واعوان. والله العظيم حاجات اسوأ من اسلام واعوان. اللي جاي هو جاي وسواس، فما بالك بيوم الساعه. فكن مستعد يا صديقي العزيز ليوم الساعه. اتمنى انك تكون استفدت من الليله اللي انا اتكلمت فيها دي، وتكون استفدت من الهدف اللي انا جاي اتكلم فيه. والحاجه الاخيره، انا شخص لست شيخا وبس. اتمنى تكون الرساله وصلت للمره الالف. وكده خلاص انتهيت من الفيديو. اتمنى انك تكون مستفيد. ما تنساش بقى الشير وشويه الحاجات الحلوين دول عشان توعي الغير. كان معكم محمد هدك، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.